And it goes a little something like هاي، يا رب تكونوا بألف خير وانتوا عم تحضروا هالفيديو. حبيت فيديو اليوم جرب معكم فكرة جديدة، وإذا عجبتكم ممكن نعمل منها سلسلة، وهي تحويل أعضاء أو مشاهير الكيبوب لشخصيات أنمي. ملاحظة صغيرة قبل ما نبدأ، أنا مو من محبين ولا بشجع الناس إنها تتابع هيك شغلات. الفكرة هون هي للتنويع بالرسم مو أكتر، وشوي لقدام نحكي أكتر عن هالشي. لفيديو اليوم قررت استخدم الدفتر الصغير المخصص لألوان الماركرز، وبدي تكون الألوان المستخدمة هي ألوان الماركرز. هالدفتر استخدمته مرتين بس، فحابة إني أرسم فيه أكتر، وكمان لأنه حابة أرسم أكتر من شخصية إذا لحقت. فخلونا نبدأ. هون كنت عم دور على قلم رصاص هذا بدرجة 3H لأنه ما بيعلم على الورق، فحسيته كتير مناسب لإلي. هاي المحاي صدها تقريبا سنة بدون استخدام، جبتها من شي فرح نجربها اليوم. بديت بالرسم، وهلأ بتعرفوا انه الشخصية هي من فرقة BTS، بس ما رح خبركم تحذروا مين، لانه رح تشوفوا كيف كل شوي الشخصية عم تتغير من عضو للتاني. بالاول كانت بتشبه جين، بعدين صارت بتشبه جونكوك، وعلى التحبير والتلوين رح تضل تتغير كمان، وما عندي اي فكرة ليش. ممكن لانه بيشبهوا بعض شوي. هلأ بدي استخدم هالمحاي اللي لهلأ مو مقتنعة فيها، وحاسة المحاي العادية مو مقصرة بشي، بس منشوف. ملمسها غريب شوي، بتحسوه قريب لعجينة الصلصال، والفكرة منها هي انه نخفف رصاص على الرسمة قبل التلوين او التحديد. من زمان كتير ما حددت بالأسود، فحبيت استخدمه اليوم، وتذكرت ليش ما بحب حدد فيه. نوعا ما بيمشي مع الماركرز إذا حطينا كمية منيحة، فلازم ينترك وقت طويل نوعا ما قبل التلوين لنتجنب هالشي. لبين ما أخلص تحديد، خلونا نحكي شوي عن الكيبوب أو هالنوع من الترفيه. بظن انه بوقتنا الحالي صار في الحمد لله وعي عند اغلب الناس بكيف مجال الترفيه بيشتغل، وكيف مخصص ليشغل الناس اطول وقت ممكن. بس كمان بفترة ما قبل 2020 بظن كان الكيبوب كتير مشهور، خصوصا بالمدارس عند صغار بالعمر. وكوني درست فترة الثانوي بالسعودية، فهنيك كانوا كتير كتير بيحبوا الفرق الكورية، وبيضلوا يتناقلوا أخبارهم وشو في أغاني جديدة. ففتت بهالجو هذا، وصرت حب اشتري منتجات عليها أسماء الأعضاء والبطاقات والقصص هي كلها. هون جربت المحاية، والحسنة الوحيدة هي انه ما بتطلع فتات وقت المحي. غير هيك ما لها اي داعي، فيكم تستخدموا المحاية العادية وانتم مرتاحين. وهيك صارت الرسمة بعد التحديد. انتم مو شايفين تحولت الشخصية فجأة ليونغي، بس بالحقيقة انا كنت عم برسم جونكوك. فخلونا نشوف اذا بيرجع جونكوك مع التلوين. بديت باختيار الدرجات. أول شي رح أبدأ بتلوينه هو الشعر، ولو إني بنصح تبدوا بالبشرة خصوصا بالماركرز، لأنه اللون بيمشي معكم لما تلونوا فوق بعض. درجات الشعر كانت البني الغامق مايل للأسود أكتر، فاخترت أكتر من لون، بعدين اعتمدت الأقرب يندمجوا مع بعض. بعد التوتر يلي تعودت عليه ببداية تلوين أي رسمة خصوصا بالماركرز، بدأت بالشعر. وطريقتي بتلوينه بتكون غالبا خصل من درجات مختلفة بدمجها مع بعض. أحيانا بدرجهم من الغامق للفاتح، وأحيانا بتكون درجات هيك متداخلة مع بعض مثل بهالرسمة هي. وعقد ما بحب هالأسلوب بالتلوين، إلا إنه حاسة هيك
علقانة فيه، ما عم أعرف لون بأي أسلوب تاني. ولأنه أغلب رسمي لليوتيوب فما بيكون عندي فرصة جرب خاطر، لأنه بخاف يتأخر الفيديو أو ما يطلع بالمستوى المطلوب. فعموما رسمي تطوره بطيء نوعا ما. هون حسيت الدرجات فاتحة فجبت درجة غامقة لزبط الألوان. هيك طلع الشعر آخر شي. ما بعرف ليش في لمعة بالألوان، مو مفروض يصير هيك بالماركرز. ما بعرف، ما كتير حبيت الشعر، ما حسيت هيك بين الجهد والوقت اللي حطيته فيه، بس بظن تكتمل الرسمة بتزبط أكتر. بديت بعدها بتلوين البشرة، وهالمرة لأول مرة بحس إنه كانت الخطوات عم تعطي مؤشر جيد إني كمل البشرة للأخير بالماركرز. وهذا اللي حاولت أعمله، واخترت درجات قريبة للدرجات اللي بختارها بالخشبي، وحاولت إني هدي شوي، ما بالغ بدمج طبقات كتيرة فوق بعض، وبالأخير هيك طلعت النتيجة. ما بعرف شو احكي صراحة، بس عقد ما استغربت كيف هيك زبطت، قلت بدي ارسم رسمة كمان غير هي وارجع اجرب وشوف اذا كانت حظ ولا عن جد بلشت اتعلم تلوين البشرة. هدول درجات البشرة اللي استخدمتهم غشيت شوي واستخدمت لون واحد خشبي وهو الابيض، بس كل ما نوضح اماكن الاضاءة مو اكتر. اوكي، خليت درجات البشرة على جنب كرمال استخدمهم بالرسمة الثانية، ولبين ما اختار درجات الملابس ولونها خلونا نكمل الحديث تبعنا. بعد ما طلعت من السعودية السويد بديت عدل شهادتي الثانوي، لأنه بتعرفوا كيف نظام التعليم برا غالبا بدك ترجع تدرس كل شي من أول وجديد، فهالشي قلل وقت فراغي كتير، وبطل أصلا عندي الطاقة أو الوقت إني ضلني متابعة أخبار وأغاني فرق الكيبوب. وأكيد طبعا العمر، مع العمر بيتغير الواحد تفكيره شوي شوي، وبيبلش يوعى قديش هالشغلات هي مو مفيدة بأي شكل من الأشكال. الشغلة التانية هي لما صرت شوف، أو هي يمكن من الأول موجودة بس نحن أو أنا ما كنت وعيانة هالشي، وهي كمية الشغلات الخادشة للحياة الموجودة سواء بفرق البنات أو الصبيان. أوكي، قبل ما أكمل هون كنت عم ورجيكم كيف كان بدي تلوين البدلة يكون، بس لأنه بالجزء الأول ما طلع هيك فمضطرة أزود طبقات ليصيروا مثل بعض. طيب نكمل مطرح ما وقفنا. من ضمن الشغلات هي مثلا هي انه المغني او المغنية بس يطلعوا بالمقابلات بيكونوا مستحيين، بيحكوا بكل أدب، ما بيرضوا يلمسوا حدا أو حدا يلمسهم. والبنات بشكل خاص بيكونوا يعني تقريبا مو لابسين شي، وبالأغاني الرقص والحركات كلها بتكون مو مقبولة بالمرة. هذا ألطف تعبير فيه استخدمه بما أنه بيتابعوني أعمار صغيرة، ونفس الشي بالنسبة للصبيان. فهالأفكار هي بالذات كتير لازم ننتبه منها وما نسمح لحالنا ننساق وراها، لأنه مع التكرار يعني بتحسوا مرة ورا مرة ببطل عقلنا ينكر هالشي، ونوعا ما ببلش يتعود عليه. هون خربت البدلة بالطبقات، فجربت خففها بالعطر وهيك صار المنظر. واللعمة الغريبة بالألوان لهلأ ما عرفت سببها، أول مرة بصير هيك بالماركرز، يعني حتى إذا بتطلعوا على الرسمات القديمة بتشوفوا كيف مو موجودة بالمرة. المهم توترت شوي بالأول، بس دغري خطر على بالي حال يلي صار. هلأ بتشوفوا بعد شوي لأني حابة أحكي أكتر عن موضوعنا أكتر من إني أعلق على الرسم والتلوين. اوكي، خلونا نعمل هيك تلخيص سريع. حكينا عن المكان او المحيط، الانشغال والعمر والوعي اللي بيجي معه، وهدول كانت تقريبا الأسباب اللي خلتني بعد عن الكيبوب وأغلب مجالات الترفيه الغنائية بشكل خاص. بس الشي اللي خلاني عن جد اكتشف كذبة هالمجال وقديش بيضحك على الناس هو لما فتحت قناتي على اليوتيوب. لما فتت على مكان قريب من هالمجال اكتشفت انه كل الحكي اللي بيحكوه المغنيين مثل BTS وغيرهم، مثل منحبكم آرمي وآرمي دعمونا وغيرهم، عرفت انه حتى هالشي مدروس بشكل في حال بلش المشاهد يبعد يرجعوه بهالحكي هذا ويخلوا عنده كيف بدي لكم نوع من الإحساس بالمسؤولية تجاه هالفرقة، وهي إنه لازم يضل يدعمون، يضل يورجي اهتمامهم لأنهم معتمدين عليه ومحتاجينه. فنوعا ما يعني ممكن ما يكون بنفس الطريقة، بس اليوتيوب كمان هيك بيشتغل. بشكل عام أضمن إنه يعني منحبكم وعائلتنا من هالحكي هذا اللي أغلب اليوتيوبرز بيحكوه، بس بالنهاية هن عم يشتروا وقتكم وعم يطلعوا منه مصاري. فنفس الشي مجال الترفيه الغنائي بيكون. يا رب كون قدرت أوصلكم وجهة نظري. أنا حاولت أختصر كتير يعني كتير بالشرح كرمال أقدر أعلق على الرسمات بالفيديو. هون جربت لأول مرة وقع على رسمة، وخلونا هلأ نشوف النتيجة النهائية للرسمة.
الحمد لله طلعت بالأخير مقبولة مقارنة بالحالة اللي مرت فيها، بس إن شاء الله الرسمة اللي بعدها رح حاول ركز أكتر كرمال يبين الجهد اللي رح ينحط فيها. بريك صغير بجيكم فيه شو جبت من شي ان. لقيتهم بالصدفة واستغربت من سعرهم رخيص فطلبتهم دغري. كان بدي احط لكم رقم المنتج بس لقيته للأسف مخلص. طلبت من قبل كمان مجسم لفريرة من شي ان وكان كتير حلو لدرجة حسيت ظالمينه بهالسعر. وهدول المجسمات جودتهم كمان كتير حلوة وما بتحسوا في كيف بدي لكم أي أخطاء بالتشكيل أو ألوان مبقعة. كلهم شكلهم نظيف وحلو. يمكن الشخصية الوحيدة اللي شوي يعني هيك حسيتها غريبة مع أنه كانت أكتر حدا متحمست له هو هيميل. حسيت حسيت راسه جاي شوي كبير زيادة وجسمه مستطيل. أما أكتر شخصية حبيتها فهي أبو شعر أحمر نسيت اسمه وفريرين. أكيد قررت حطهم بالرفة تبع جوجيتسو كايسن بما أنه أفضل وحدة وفي يوزع الموجود فيها على أماكن تانية. لأنه عندي 8 مجسمات فما طلع حلو إني هيك صفهم ورا بعض جنب بعض، فجبت رفتين خشب هن صغار نوعا ما بس يعني بيعتبروا مناسبين لحجم المجسمات. بلشت بالشخصية أو العضو التاني هو جيمين. حسيت ملامحه أوضح شي وصعب تتغير مثل ما صار مع جونكو. ما بعرف إذا لسه متذكرين حديثنا. هو خلص بس حبيت أختمه بنصيحة لإلي معكم وهي أنه نكون واعيين بوين وقتنا عم ينصرف وشو الفائدة أو النتيجة اللي عم تجينا من الشي اللي صرفنا وقتنا فيه. الألعاب، الأغاني، طلعات الكتيرة وأخيرا وسائل التواصل صدقوني رح تكون من أكتر الشغلات اللي رح تندموا على كل دقيقة ضيعتوها فيهم. وأصلا في دراسة جديدة عم تحكي إنه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص عم تسبب حالة سموها بعفن الدماغ وفي كتير مخاوف من إنها الحالة تتحول بالمستقبل لتشخيص طبي. بعرف أغلب اللي عم يتابعوني لسه بأول عمرهم لهيك سهل عليكم إنكم تبدلوا هالعادات هاي بشي أكتر صحة أو على الأقل أخف ضرر. وأنا شخصيا لهالسبب ما بحب فيديوهات تكون طويلة لأنه يعني مو معقول تروح ربع أو نص ساعة من وقت راحتكم على فيديو واحد وبما وبما وبمنصة وبمن على فيديو واحد وبمنصة واحدة بس. هذا لسه ما شيكته على الفيسبوك والإنستا وغيره. وكمان على المستوى الشخصي لقيت انه اليوتيوب بلش يأثر على دراستي وانا عم حاول نزل بشكل اسبوعي لتعرفني الخوارزميات وتنشر فيديوهاتي وهالقصص هاي. لهيك تركت التنزيل على التيسير. امتى ما خلصت فيديو بنزله ولو اخذ معي وقت مع انه هالشي عم يضر قناتي كتير. وشفتوا كيف اخر كم فيديو ما كان في تفاعل بالمرة الا اني حسمت قراري بانه دراستي هي الاولوية واليوتيوب شي ثانوي. قدرت نزل بشكل منتظم يا سلام. ما قدرت ما صار شي لأنه أنا أصلا وضعي الدراسي كتير صعب وما عم بقدر واكب على أي شي بالجامعة. فحسيت يعني لما بديت كمان أعمل محتوى على اليوتيوب ضرني كتير على المستوى الدراسي والنفسي ويعني بطلت أعرف عشو بدي لحق سوري. وميرسي من كل قلبي للي رح يضل يحضر فيديوهاتي. وانتو كمان حددوا أولوياتكم وبلشوا بنوا عليها عاداتكم يلي إن شاء الله رح توصلكم لأهدافكم. وقبل ما نرجع للرسمة تذكروا أنا أكيد معكم إنه كل هدف مهما كان بعيد بيبدأ بخطوة وخطوة ورا خطوة كل يوم. وحتى لو كان في أيام نرجع فيها لورا بإذن الله مع المواصلة بيوصل كل حدا منا لأهدافه. هون خلصت البشرة أو الوجه بشكل عام وكان كله بالماركرز. حسيت انه بلشت اعرف اساسيات تلوين البشرة بس لسه عم تطلع الالوان غامقة والوان هي رسمة فاتحة. لهيك قررت استخدم الالوان الخشبية وفتح الطبقات. امسك اعصابك لا تستفزك هذه. ما حطيت طبقات كتير بس حاولت فتح قد ما بقدر لانه لون الشعر والملابس محتاج يتناسق مع بعض. وكان قرار صح لانه بتحسوا الرسمة كلها هيك اندمجت مع بعض.
بدأت بعدها بتلوين الملابس، وهون كان لابس مثل جاكيت صوف، فما كتير كنت متأكدة كيف بدي حاول بين هالشي، فحاولت بالتحبير بالألوان أعمل هيك، وما بعرف إذا زبطت بس كنت راضية عن النتيجة. ممكن تستغربوا ليش مرجيتكم النتيجة بهالوضوح، بس كان عندي إحساس إنه ممكن تخرب لأني حابة لون الخلفية مثل ما عملت مع جونكوك، بس هالمرة احترت وأنا عم نقي لون، وكنت خايفة اختار فاتح فتقوم تبهت الرسمة كلها، أو إني اختار غامق فيغطي على تفاصيل كتير. اخترت كم لون حسيتهم أنسب شي، وبعد ما جربتهم اعتمدت بالأخير اللون الأصفر اللي جاي نطفة صغيرة على أورنج. مو متأكدة بس حسيت رح يعطيني جو متفائل للرسمة، وكمان رح يناسب ألوانها. عدت طبقتين فوق أول طبقة كرمال تندمج خطوط التلوين وما تبين، وكمان كرمال يوضح اللون أكتر لأنه ما كان بدي يكون كتير فاتح. وهلأ خلونا نشوف النتيجة النهائية مع بعض. عندي مدح كتير، بس حاسة الرسمة عم تمدح حالها بحالها. كان اختيار هالدرجة للخلفية موفق كتير، وعطاها الجو اللي كنت عم بستناه. والبشرة كمان صح تعبت عليها بالماركرز، بس تفتيحها كان أكيد صح، لأنه بتحسوا الرسمة كلها هيك مثل ما خبرتكم صارت قطعة واحدة بدرجاتها. رسمة جونكوك ذكرتني بمسلسل وينزداي، هي نفس الشخصية الرئيسية، بينما جيميان بيشبه رفيقة وينزداي، نسيت اسمها بس بحطلكم صورتها بشي مكان. كتير عجبتني النتيجة للرسمتين، حسيتها كانت تجربة جديدة وأسلوب رسم جديد، وشوي شوي عم حس إنه هذا الأسلوب يلي عن جد عم يعجبني وبتمنى أتحسن فيه. بس هذا كان فيديو اليوم، يا رب تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا، أهم شي استفدتوا ولو شي بسيط من هالفيديو. أشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.